اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مواقيت الحج والعمرة تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية، والمراد بها أشهر الحج، وهي من أول شهر شوال إلى 10 من ذي الحجة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة و10 من ذي الحجة. وأما بالنسبة للمواقيت المكانية فهي 5: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن أتى على طريقهم، الجحفة وهو ميقات أهل الشام والناس يحرمون اليوم من رابغ، قرن المنازل ويسمى بالسيل الكبير ويحرم منه أهل نجد وحجاج الشرق من أهل الخليج والعراق وإيران ونحوهم، يلملم وهو يسمى بالسعدية وهو ميقات أهل اليمن، ذات عرق ويقع عن مكة شرقا بمسافة 100 كيلو، وهو الآن مهجور لعدم وجود الطرق إليه، واليوم حجاج المشرق يأتون عن طريق البر ويحرمون من السيل أو من ذي الحليفة. أما بالنسبة لما يعمل الحاج، فإذا وصل الحاج أو المعتمر إلى الميقات فإنه يشرع له ويستحب له أن يقلم أظفاره ويقص من الشارب وينتف إبطيه ويحلق شعر العانة وأن يتجرد من ثيابه، ويستحب له أن يغتسل، ويستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من الطيب. كذلك يحرم الرجل في إزار ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة. كذلك يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة غير الحائض والنفساء إن كان وقت الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بها سنة الوضوء، ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة. وإن كان خائفا من عائق يعوقه عن إتمام النسك شرع له أن يشترط، فيقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما بالنسبة لما يباح للمحرم فإنه يلبس الإزار والرداء، ويجوز له لبس الساعة، ويجوز له لبس الكمر أو الحزام ونحو ذلك، فكذلك سماعة الأذن، هذه كلها أمور تباح للمحرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.